أجدد الترحيب بحضراتكم مرة ثانية وسعداء بأنه نعود إليكم بعد هذه الأجازة الطويلة المطولة وبعد شهر رمضان وأجازة العيد، ونحن بصحبة ملك الحركات كابتن بركات. مساء الجمال به. ازيك يا ايبو؟ عامل إيه يا ملك الشياكة؟ اخبارك ايه؟ وكل سنه وانت طيب، وكل سنه وانت طيب يا شيكا. طيب يا كابتن مصر. دايما الواحد بيبقى مبسوط لما يبقى قاعد وسطيك والله. أباتشي، عالمي. إزيك يا عم العالم؟ اجازه ايه يا عالمي؟ ما انتوا عاملين تصوروا في اعلانات وافلام اجازه فين الاجازه؟ اجازه ايه يا عالمي؟ يا بيه ما نقولش الكلام ده يا بيه. قول يا عم، أحسن نتنزر. قول يا عم، قول. لا، كل الكاميرات معاك. طيب خلينا نبتدي معاكم الاثنين بيبقوا صعبين. خلينا نبتدي معاكم احنا ليله المباراه، فتعالوا نستفتح بلقمه حلوه. انتوا طبعا تابعتوا محمد صلاح وماشي من ليفربول، ماشي كده؟ فهنخرج محمد صلاح من اللعبه اللي انا هلعبها معاكم في الاول دي. ماشي. هنخرج محمد صلاح من لعبه الافضل محترفين، لان انتوا كده كده لو قلت لك افضل تقوم واخد محمد صلاح، ماشي؟ خرجها بره. ماشي. ماشي؟ عايز افضل 5 محترفين من وجهه نظر كل واحد فيكم، بس هنبتدي بالخامس ومحدش يحرق على التاني. انت هتبتدي من الخامس وبعدين شيك، بعدين كوتا، بعدين شيك. في منتخبنا يعني؟ لا يعني محترفين على مدار تاريخ مصر. محترفين؟ ايوه. طيب خلاص، انا كريستيانو، نبدا بكريستيانو. لا، مصريين. طب ما تقولوا كده. ما تصحى بقى كنت بقى. انت خرجت محمد صلاح؟ بقول لك محترفين في مصر، خرجت محمد صلاح، عشان كده كده انت هتختار محمد صلاح. يلا الخامس. قال لك كريستيانو. لا انا افتكرت، بس انت بتقول على مدار التاريخ. اجمد 5 يعني. انت مطبق من امبارح. اجمد 5 مصريين احترفوا. ايوه. الخامس. ايوه. اسال بقى مرة الخامس. يعني خليني اقول لك مثلا ممكن كابتن هاني رمزي. ماشي. خامس. الرابع. لا هتقول الخامس برضه زيه. الله. طلع مطبق. ما هو الخامس اقول الرابع. لا امال انت الخامس. يا ماما لونتوس. لا اصل كتير قوي فيهم جامدين، 5 فيها جامدين. طب يلا بص، قول اللي بيجي في بالك يعني كده. هو ده اول، وده بقى الاول اهو، الثاني اهو، الثالث اهو، الرابع اهو. طب ما نبداها من الاول. ما هو لو سهلتها لك. الخامس. اصلا هم كام واحد اصلا اللي احترف؟ لا في جامدين والله. طب ماشي يلا. ما هو انت في كمونه احترف. صح؟ في ياسر رضوان. ماشي. في عبد الستار. ماشي. في كابتن هاني رمزي. حلو. ميدو. ماشي. حسام وابراهيم وكابتن مجدي طلبه. ماشي. حسام غالي، جده، احمد فتحي. قول كل الاسماء اللي انت نفسك فيها، ثم في الاخر قول لي الخامس. قول لي رقم 5. كابتن مجدي طلبه. كابتن مجدي طلبه. ماشي. في اليونان عمل اسم جامد. انت رحت اليونان فعارف ان هو كان عامل هناك مرعب. ونفس النادي كمان. نفس النادي. ماشي. الرابع. كابتن مجدي عبد الغني عمل شغل في البرتغال عالي جدا. اقسم بالله انت بتقول كده خايف من الكابتن مجدي. انت خايف يقطع فيك؟ ها؟ بقابله كتير. انت بتقابله عند الكابتن مدحت؟ بقابله كتير. خايف. وبره الكابتن مدحت. وبره الكابتن بس مدحت. بصراحه الكابتن مجدي عبد الغني عمل شغل كويس قوي في البرتغال. الرابع. لا اسرع. لا ما هو اسرع دي هنغلط. لا عادي والله هنغلط. لا عادي والله، ممكن تتدارك الخطا يعني، احنا مش عادي. ما انت قلت اسماء كتير. مرموش. مرموش 4. ماشي. 3. يعني انت هتعلي 3 على مرموش؟ سيبه براحته، في الاخر ممكن ده معناه يعدل كده، خلي بالك. ممكن يعدل ماشي. ممكن يعدل في الاخر ممكن يعدل. طيب يبقى 3. جايه اهي. عبد الستار صبري. ماشي. حلوه كمان طبعا. مره. ماشي. 2. عبد الستار. ده 3 اسف. 3 عبد الستار برضه. ماشي. 2 ده بيسهل على نفسه قوي. انت بتستسهل. خلي بالك. انا دلوقتي ايه الثاني؟ انت الثاني. ميدو. ميدو. لا يا ريس. لا يا ريس. والله بقول لك ايه، طب ما تمشي واكمل انا مع ابراهيم. طب استنى بقى، بص دي. 1. احنا قلنا نشيل صلاح لان كده كده صلاح هو رقم 1. فبعد محمدي. قبل مرموش. لا هغير يعني. احط مرموش ومحمدي ينزل. محمدي ينزل 3. ينزل 3 عشان محمدي مسيره طويله جدا في الاحتراف، حاجه يعني محترمه.
ماشي الكلام. كنت واحد مرموش، ما دام انت مخرج محمد صلاح بره الموضوع. طيب ده شيء عظيم جدا.